فأول نصيحة بديها لكم، حبوا نفسكم. دايما حطوا نفسكم أولوية. دي مش أنانية. في ناس كتيرة قوي هتقول لأ دي أنانية. لأ، عمر الأنانية ما كانت في حبك لنفسك. أنا لما أحب نفسي هعرف أدي اللي قدامي حاجات كتيرة قوي. تاني حاجة، عشان في ناس كتيرة قوي بتبعتلي قد ايه علاقاتهم بتفشل، وقد ايه لما مثلا واحد يبعتلي ان هو في حبيبته سابته فهو منهار وحياته اسودت ومش قادر يعيش من غيرها ومش قادر يكمل حياته. وكمان في ستات كتيرة قوي بتحس ان النهاية خلاص قربت اول ما جوزها يقول لها لا خلاص احنا لازم ننفصل. ده كله لما قعدت افكر كده، هو احنا ليه بنحس كده؟ ليه بنرتبط قوي باللي حوالينا؟ لقيت المشكلة في حاجة واحدة، المشكلة فينا احنا مش في اللي حوالينا. ما مشيناش على نظام الكون اللي ربنا اصلا حطهولنا. ما تتعلقش بحد غير ربنا. عارف ليه ما تتعلقش بحد او ما تتعلقيش بحد غير ربنا؟ عشان هو الوحيد اللي جنبك، عمره ما هيسيبك. هو الوحيد اللي يهمه ان انت تبقي احسن واحدة. هو الوحيد اللي لما ترجعي له في اي وقت هيبقى موجود. هو الوحيد اللي كل ما تديله حب كل ما هيديكي اضعاف الحب ده. تالت حاجة اتعلمتها في حياتي ان انا معيش دور المنقذ. طول الوقت كنت ببقى شايفة نفسي ان انا مسؤولة عن كل اللي حواليا. ده عنده مشكلة لازم اجري احلها، ده مش فاهمني صح فلازم اروح ابرر له، لا انا مش قصدي كده، انا عملت الموقف الفلاني عشان انت عملت كده. ما تعملش كده. ما تعيش دور المنقذ على حساب نفسك. ادام بتعامل ربنا وحاطط معايير للي ربنا حاططها لك في حياتك ان انت تتعامل مع اللي حواليك، ما تخافش من اي حد وما تبررش لاي حد وما تحاولش تعمل اكتر من اللي مطلوب منك.